منذ سنوات والعلاقة بين الجزائر وفرنسا تتأرجح بين الفتور والتصعيد. خطابات نارية، قرارات دبلوماسية، طرد سفراء، إلغاء زيارات وتلويح بملفات الذاكرة والجرائم الاستعمارية. لكن هذه المرة الصراع لم يعد فقط سياسياً، بل دخل مرحلة حساسة تمس الاقتصاد، الأمن، وحتى النفوذ الإقليمي. فمن الخاسر الحقيقي في هذا التصعيد؟ وهل فرنسا فعلاً تفقد مستعمرتها السابقة؟ وما دور المغرب وسط هذا التوتر المتزايد؟ في هذه الحلقة من فانتي بودكاست سنفكك هذا الصراع ونكشف خيوطه الخفية وتأثيره على مستقبل المنطقة. العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم تكن يوماً مستقرة. الاحتلال الفرنسي الذي دام 132 سنة خلف جرحاً مفتوحاً لم يلتئم. فرنسا خرجت من الجزائر سياسياً، لكنها لم تخرج تماماً اقتصادياً ولا ثقافياً. أما الجزائر فاستقلت رسمياً، لكنها ظلت تتأرجح بين رفض التبعية وارتباط عميق بمصالح فرنسية باقية. كل رئيس جزائري تقريباً استثمر في هذا الصراع الرمزي مع باريس لكسب الشرعية السياسية داخلياً، وفي المقابل استخدمت فرنسا ملف الهجرة، الفيزا والذاكرة كأوراق ضغط متكررة. لكن في السنوات الأخيرة دخلت العلاقة مرحلة كسر العظم. ما الذي أشعل التوتر مجدداً؟ تصريحات ماكرون عن عدم وجود أمة جزائرية قبل الاستعمار أثارت غضباً واسعاً في الجزائر. تقليص التأشيرات الفرنسية للجزائريين بنسبة كبيرة فسر كعقوبة سياسية. رفض الجزائر فتح مجالها الجوي للجيش الفرنسي في العمليات بمنطقة الساحل. دعم فرنسا لتقارب المغرب مع أوروبا في ملف الصحراء زاد من حدة التوتر. كل هذا أدى إلى تدهور غير مسبوق في العلاقات. من الخاسر الحقيقي في هذا التصعيد؟ الجزائر خسرت دعماً سياسياً مهماً داخل الاتحاد الأوروبي. أصبحت في عزلة إقليمية نسبياً بعدما توترت علاقاتها أيضاً مع إسبانيا والمغرب وتونس. استثمارات فرنسية عديدة جمدت أو ألغيت. الشباب الجزائري بات يهجر لفرنسا أكثر من أي وقت مضى رغم الخطاب المعادي لباريس. لكن فرنسا تزال تملك أوراق ضغط مهمة، من الجالية الجزائرية في أراضيها إلى الاقتصاد إلى التأثير الثقافي والإعلامي. ما هو دور المغرب؟ المغرب يراقب هذا الصراع بهدوء، لكنه ليس خارج الصورة إطلاقاً. مع تقارب فرنسي مغربي في عدة ملفات منها الصحراء، الأمن، الطاقة، بدأ ينظر للمغرب كشريك موثوق أكثر لباريس. فرنسا لم تعترف رسمياً بسيادة المغرب على الصحراء، لكنها لم تعارض تحركاته، بل ساندته في ملفات أوروبية ضد الجزائر. المغرب يستثمر هذا الصراع لتقوية موقعه الإقليمي كمركز للاستقرار والانفتاح في وقت تعاني فيه الجزائر من عزلة دبلوماسية. رغم برود العلاقات مؤخراً بين الرباط وباريس، إلا أن المغرب يلعب ورقة التوازن الذكي دون الدخول في مواجهة مباشرة، مما يجعله الرابح الهادئ. لكن إلى أين يقود هذا الصراع؟ استمرار التوتر بين الجزائر وفرنسا قد يفتح الباب أمام تحالفات جديدة. روسيا والجزائر أقرب من أي وقت مضى. تركيا تستثمر في الفراغ الفرنسي. الصين تبني علاقات اقتصادية صامتة لكنها فعالة. فرنسا تخسر رويداً نفوذها في إفريقيا، والجزائر جزء من هذا الانسحاب البطيء. أما المغرب فقد يجد نفسه مستفيداً من تحول النفوذ الأوروبي نحوه، بشرط أن يحافظ على البالانس بين واشنطن وباريس وبروكسل. الصراع بين الجزائر وفرنسا لم يعد مجرد خلاف دبلوماسي، بل أصبح ساحة صراع للنفوذ، التوجهات والسملية. الجزائر تحاول أن تتحرر بالكامل من ماضيها، لكنها تفعل ذلك بأسلوب عدائي قد يعمق عزلتها. وفرنسا تحاول أن تبقى، لكنها تفقد أدواتها التقليدية. أما المغرب فهو لا يصنع الأزمة، لكنه يتقن استثمار نتائجها. والسؤال الأهم: هل تنجح الجزائر في بناء سياسة خارجية مستقلة فعلاً؟ أم أن صراعها مع باريس هو مجرد وسيلة داخلية للهروب من الاستحقاقات الكبرى؟ إذا أعجبك هذا التحليل لا تنسى مشاركته والاشتراك في فانتي بودكاست، لأننا نأتيك دائماً بما خلف العناوين وبنظرة هادئة لما لا يقال في الإعلام التقليدي.